بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبروك للأهلوية. الأهلي يفوز على النادي الإسماعيلي 2-1 في برج العرب. وأبرز ما في الماتش بعد النتيجة طبعا مصطفى شوبير الذي حافظ على النتيجة واستطاع أن يجعل الأهلي يخرج فائزا في هذه المباراة بعد تصدي رائع رائع رائع. لأن مش غريبة على مصطفى شوبير لأن ابن الوز عوام. فتشكيل الأهلي النهاردة اللي لعب قدام الإسماعيلي: حراسة المرمى طبعا مصطفى شوبير، خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، خط الوسط أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، خط الهجوم بيرسي تاو، وسام أبو علي، أحمد عبد القادر. الشوط بدأ باستحواذ كالعادة من النادي الأهلي في معظم مبارياته، وفي الدقيقة 21 حصلت إصابة لعبد القادر، نزل مكانه حسين الشحات. في الدقيقة 10 بالتخصص بيرسي تاو بيحرز الهدف الأول في النادي الإسماعيلي. السنة اللي فاتت كان أحرز في الإسماعيلي برضه بالتخصص. إمام عاشور ادى الكورة لوسام لبيرسي تاو جوه الجون محرزا الجون الأول. في الدقيقة 35 فرصة خطيرة من تاو إلى وسام ملحقهاش. في الدقيقة 43 فاول الإسماعيلي، صدة ممتازة من البطل مصطفى شوبير. في الدقيقة 44 تصدي غير عادي من هجمة تانية غير عادية للإسماعيلي يتصدى ليها مصطفى شوبير، ويعتبر صدة الأسبوع، أحسن صدة في المباراة. بينتهي الشوط الأولاني والنتيجة 1-0، وبنبدأ الشوط الثاني. في الدقيقة 51 فرصة خطيرة جدا للإسماعيلي من عبد الرحمن مجدي، لكن هناك شوبير الذي يتصدى ببراعة لهدف كان ممكن يكون هدف للإسماعيلي. في الدقيقة 56 هجمة من الشمال لإمام عاشور، جات له من الشحات لمعلول لإمام اللي حطها في الجون على يسار أحمد عادل عبد المنعم، محرزا الهدف الثاني للنادي الأهلي. في الدقيقة 67 موديست بينزل بدل وسام أبو علي، ورضا سليم بينزل بدل بيرسي تاو. في الدقيقة 72 ركلة جزاء لصالح نادر فرج، والجون الأول للإسماعيلي بعد تصدي عبد الرحمن مجدي لركلة الجزاء والذي سجلها. تصبح النتيجة 2-1. في الدقيقة 79 أحمد نبيل كوكا نزل بدل أكرم توفيق، وعمرو السولية نزل بدل إمام عاشور، وطرد لاعب الإسماعيلي محمد نصر في الدقيقة 89. 5 دقايق وقت بدل ضايع. في الدقيقة 92 صدى للتاريخ من شوبير بينقذ التعادل للإسماعيلي من كرة نادر فرج. قمة الإثارة، الهدف القاتل كان هيبقى هدف قاتل وتعادل للإسماعيلي. في الوقت القاتل بيصدها مصطفى شوبير لتنتهي النتيجة 2-1، ورصيد الأهلي من النقط يرتفع ل 24 نقطة، وما زال في المركز ال11، وده الفوز السابع للأهلي. وبالتوفيق إن شاء الله الأهلي في المباراة القادمة، وحظ أوفر للإسماعيلي. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم.